يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا، وكل سنة وانتوا طيبين. الشتاء بقى والخضار بتاع الشتاء بيكون لذيذ جدا وحلو ومسكر خالص. فايه انتهز الفرصة وخزني شوية خضار كده، علشان بقى الزنقات بتاعت طول السنة، وعلشان كمان ايه بتنفع جدا في وقت الزنقة، وعلشان كمان داخل علينا رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. واول حاجة هنعملها دي بقى ايه؟ هنبدأ معاكم بتفريز الكرنب او تخزين الكرنب. زي ما انتم شايفين انا جبت الكرنبايه بتاعتي، بيكون طبعا عليها ورق اخضر كتير كده، فانتوا كله ده حشيه لحد ما يبدا الورق الحلو بتاع ايه الكرنبه. طبعا زي ما انتم شايفين انا حشت كام ورقه كده في الاول، انما بعد كده الورق بيكون معشق في بعضه، وبتكون صعب جدا ان انت تفكيه وبيتكسر. فانا بسيب بقيه الكرنبايه زي ما هي وبسقطها كلها جوه الحله. طبعا لو عندك حله كبيره خالص فانتي بتحوشي راس الكرنبه بس، وبتسقطي الكرنبه كلها جوه ايه جوه الحله. زي ما انتوا شايفين حطيت في الميه بتاعتي كمون وسكر. لو انت هتخزني الكرنب فانت حطي سكر وكمون بس، بلاش تحطي ملح، بيساعد على ايه شدة او تجليد ورق الكرنب. انما لو هتستخدميها على طول حطي ملح وسكر وكمون. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات الميه غلت، واول ما بتغلي معاكي فانت بتسقطي الورق بتاع الكرنب بتاعك ثواني على الجنب ده، وتروحي ايه بقى ثواني على الجنب التاني. وخلاص على كده ترفعي الكرنب بتاعك وتحطيه في مصفى طبعا، وتستني لما المية ترجع تغلي كمان، وتروحي تحطي الدفعة اللي بعد كده. مش عايزين المية تغلي كتير على ورق الكرنب علشان ما يتسلقش معاكي جامد، وخصوصا ان انت لسه مثلا ايه هتحطيه في الفريزر. انما لو هتستخدميه على طول فانت برضو طلعيه بسرعة زي ما انت شايفة كده، وحطيه على بعضه. وهو طبعا لما بيتحط على بعضه والسخونة بتاعة الورق بتساعد برضو على ايه على التسوية شوية، وبيكون ماسك نفسه معاكي وبتقدري تلفيه كويس جدا. زي ما انتوا شايفين انا عملت اول كام ورقه، وبعدين بقى بقيه الكرنبايه. الورق طبعا انا لو حاولت افكه من بعضه بيتكسر، فانت بتحطيه كده اهو في الحله بتاعتك لحد ما البخار بتاعك بيطر الكرنبه وتحسي حجمها صفط كده شويه، وبتروح بتسقط جوه الحله. زي ما انتوا شايفين يا بنات هروح بقى اقلبها وهدخلها عادي، هتدخل معايا بكل سهولة. وبعدين بقى هتروحي تبدأي تشدي الكرنب ورقة ورقة، بيطلع معاكي بكل سهولة. اول ما تلاقيه كده بدأ يطلع فانت خلاص طلعيه على كده. وطبعا لو المية قصرت زي كده فانت هتزودي المية لحد مثلا ايه ما تغطي الكرنبة بتاعتك. شايفين يا بنات انا بقيت اسلت ورقة ورقة كده، وبسقط الجزء اللي من فوق في المية السخنة، وبطلعها عادي. وهو ايه طبعا هيتحط على بعضه فبرضه هيختاريه شوية. انا هنا زودت المية بتاعتي. شايفين بطلعها بكل سهولة، مش متقطعة وماسكة نفسها وحاجة كده يعني زي الفل. انا بقولك هنا الجنب الابيض ده اللي هو ما حصلش المية، فانت بتسقطيه كده في المية وخلاص على كده، وبتحطيه في المصفاية بتاعتك. هو كده مش محتاج اكتر من كده. وبعدين بقى هتبردي الورق بتاعك تحت الحنفية لحد ما يبرد تماما، وتسيبيه يتصفى. وبعدين بقى تيجي بقى نشيل الورق. هتحوشي العصيان طبعا زي ما انت شايفة كده، هتستفي الورق على بعضه وهتحوشي العصيان بالشكل ده، وتقطعيه بقى علشان ايه نحطه في الاطباق الفل بقى، او في اكياس زي ايه او حسب المتواجد عندك. انا لفيته رول كده وبقطعه كده، بيكون ايه كله حجم واحد بالشكل ده. وطبق الفل بتاعي وكيس بقى، وهروح ايه هحطه في الاطباق بتاعتي. بس عايزه اقولك ان طريقه الرول دي بتاخد وقت جامد في الفك، انما انا بحطه على بعضه بالشكل ده. الورق بتاعي بيكون مطبق كده مربعات، وبحطه على بعضه، لان علشان يا بنات كتير من الناس اللي بتخزن الكرنب بيقولك ان الكرنب بيجلد في الفريزر،
علشان ما يجلدش معاكي في الفريزر، فانت تطلعيه مجمد جامد خالص كده وانت من الفريزر، وتروحي تسقطيه في ميه سخنه من الكتل، وتسيبيه لحد ما يفك تماما في الميه السخنه دي. مش بياخد اي وقت ساعتها، مش بيجلد ولا بيحصل له اي حاجه. شايفين انا بعمله ازاي؟ بعمله كده، بحطه فوق بعضه بالشكل ده، بقطعه كده وبحطه فوق بعضه بالشكل ده، بيكون مفرود كده زي ما انت شايفة. الطريقة دي اسهل بكتير، وفي الفك بتكون اسرع من لما تلفيه رول وتشيليه ملفوف مثلا رول. وما تستنيش الكرنب يفك منك، يعني انت لما مخزنه كرنب في الفريزر ما تطلعهوش وتخليه يفك منك، علشان الاستخدام فعلا بيكون مجلد وبينزل سوائل كتيرة جدا، ويعني ما بيبقاش حلو خالص في الاستخدام. انما انت خزنيه بالشكل ده، حطي بين كل طبقة والتانية كيس، واعمليه مفروض زي كده زي ما انت شايفة، وتطلعي الطبق بتاعك على طول وحطيه في مية سخنة من الكتل في طبق كده كبير، واغطسيه كده في مية سخنة، وخلاص على كده لحد ما يفك معاكي، وبعدين تسيبيه يتصفى تماما واستخدميه. بيكون زي الفل، ما بيكونش فيه اي حاجة، وما بيكونش مجلد، وما بيكونش يعني فيه الهواء. جربي التركة دي هتفرق معاكي جدا، وساعتها بقى افتكريني وادعيلي. شايفين انا هنا بقى قطعت كل الكرنب وبس بقى يا بنات. هنروح بقى تشيلي بقى على قد الكمية اللي انتي متعودة بتشيليها، وخلاص على كده. ولازم طبعا ناكل من ورق الكرنب، يعني حاجة اساسية. بيكون شكله كده، وهنغلف الطبق بالاسترتش، وبعدين بقى هنشيله وهنعمل كل التعليمات اللي قلتلك عليها. ويا رب الفيديو النهاردة تكوني استفدت منه، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.